المحاولة لزايد، اللمسة الأولى زايد سقط زايد، وركلة جزاء، ركلة جزاء زايد سلطان. هذا زايد، وهذه الانطلاقة من قبل اللاعب أحمد الوجيم اللي تدخل على زايد سلطان في اللقطة وفي اللعبة الماضية. هل كان فيها تلامس أم لا؟ صاحب القميص رقم 7 سجل هاتريك علي مبخوت، الان بنفس القميص بنفس الرقم وضعها بنفس الطريقة. ومنتخبنا يبحث الان عن مصالحة جماهيره، عن الانتصار الثالث، عن النقطة التاسعة، عن الوصول إلى العلامة الكاملة من قبل حكم اللقاء مهند قاسم، آخر من سجل وترجمت بنجاح من صاحب الكباتن ما بين الشوطين نظرا للأرقام وللفارق الإمكانيات والجاهزية. والكرة فيها هدف للمنتخب اليمني، هدف للمنتخب اليمني، وأول الأهداف التي تسجل في شباك منتخبنا في هذه التصفيات. 1-0 المنتخب اليمني. اللقطة الماضية والتسديدة من عمر الداحي، لكن النيران الصديقة من عبد الله إدريس، تفاجأ خالد عيسى وتضع المنتخب اليمني في وضعية أفضل مع بداية شوط المباراة الثاني. أصبحت النتيجة الآن 1-1. الجماهير اليمنية المتواجدة في استاد آل نهيان. كرة ثابتة الآن، طحنون، عرضية من طحنون عالية، المحاولة بالراس والثاني ارتقى فوق الكل، سجل الثاني عادل محمد على خطى والده، عادل محمد على طريقة والده، وهذه ارتقاءاته بالراس وضعها، سجل الثاني في شباك المنتخب اليمني، ارتقى فوق الكل عادل وسجل الثاني في شباك المنتخب اليمني. أصبحت النتيجة الآن 2. عادل يسجل الآن ثاني الأهداف، عادل من يقدم الحضور المميز مع